بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى هنعمل وصفة جديدة جدا. هنعمل النهارده طريقة عمل حمص الشام، بس مش أي حمص، بجد طعمه تحفة. هتبطلي تشتريه من بره. ممكن بعد الفيديو ده تقدري انك تفتحي مشروع لوحدك من طعمه وجماله وحلاوته. هنعملها بمقادير سهلة جدا وبسيطة. لو حابة بقى تعرفي احنا عملنا الجمال ده كله ازاي، يلا بسرعة بقى نصلي على الرسول ونخش بسرعة على المقادير ونشوف احنا عملنا الحاجات الجميلة دي كلها ازاي. ما تنسونيش بقى يا حبايبي باللايك عشان نخش بقى بسرعة على الفيديو. سمي بقى بسم الله الرحمن الرحيم. معايا هنا نص كيلو من الحمص. انا الحمص ده كنت جايباه قبليها بيوم. انا نقعته يعني حوالي 24 ساعه. طبعا كل شويه بغير له الميه بتاعته وبشطفه كويس. لازم انك تنقعي الحمص، دي خطوه اساسيه عشان يطلع معاكي مظبوط. لازم الحمصيه تنفش كده معاكي وتبقى مدوره. تمام. انا هبدا كده ارفعها على النار. طبعا ده كده بعد تاني يوم كده، ما زي ما قلت لك ان انا نقعاه. حطيت معايا كده قد مثلا 3 ليمونات، ده القشر بتاعهم مش العصير. العصير انا حاطاه على جنب كده، هستعمله خلال الوصفه ان شاء الله. حطيت معلقه سكر صغيره ومعلقه ملح كمان صغيره. هبدا بقى ان انا اقلبه كده وهسيبه 10 دقايق بس. مركزين معايا؟ 10 دقايق بس هسيبه بس كده يغلي مع بعضه. وخلال الغلي انا هقولك ايه هي خطواته. اهم خطوه، ما نغطيش الحله كده لا وكده لا برضو. لازم ان انت تسيبيها الحله مفتوحه كده ومكشوفه عشان تطلع اي غازات جوه الحمص بعد ما ياكلوا مثلا اي حد ما يحسش ان عنده انتفاخ او حاجه. بص ده كده خلال الغلي لازم بيعمل ريم على الوش. طبعا زي اي حاجه مثلا بتعمل ريم، لازم ان احنا بنشيل الريم ده كله عشان طبعا الريم ده كله بيأثر على الطعم طبعا بتاع الحمص. تمام. طول ما هو على النار كده هيفضل يطلع في الريم دون. فانت بايدك فيه ايه كده اول باول. دي اول مره انا اشيل فيها الريم. حبيت برضو ان انا اصور لكم المقطع ده عشان اعرفكم ان احنا لازم نبقى قاعدين عليه كده ونشيل مع اول باول الريم. بص انا كل ما بشيله كل ما بيتكون تاني. تمام. انا هسيبه بقى كده على النار مع نفسه. تمام. معايا هنا بقى الحاجات اللي احنا هنحطها بقى، دي بقى التحابيش كلها، سر الوصفه كلها في الحبه دول. معايا هنا مكعب مرقه، وكمان معايا قد مثلا كده ربع كيلو من الطماطم. طبعا انا قطعتها، وفلفل وبصل وثوم. انا كان عندي ثوم مفرز في التلاجة. طبعا تقدري تستبدلي الثوم المفرز دوت بمثلا ايه يعني 5 فصوص ثوم كده حلوين. هبدا بقى احط الكلام الحلو ده كله كده بقى مع بعضيه كده بقى في الخلاط. طبعا الخلاط كان فيه شويه صلصه من الاول، دي كانت وصفه كنت عاملاها قبل دي، فاتبقوا حبه القوطه دي فانا كملت عليهم. هحط مكعب المرقه. مكعب المرقه ده يا جماعه هو ده سر الطعم اصلا. التوابل بقى معايا هنا بقى كمون وملح وفلفل اسود، وادي عصير الليمون اللي احنا عصرناه كنا في الاول الوصفه. تمام. هبدا بقى ان انا كده اضربه بقى في الخلاط. لازم تضربيه كويس قوي في الخلاط. بعد ما اتضرب كويس بصوا رجعت تاني لقيته برضو الحمص عمل ريم. برضو انا برضو مصممه ان انت تشوفي الخطوه دي بحيث ان انت تبقى انت عارفه ان اي ريم بيتحط على الوش كده يتشال. بعد بقى ما هشيل كل الريم ده كله كده من عليه، هبدا بقى ان انا انزل معايا بقى هنا بقى بالخلطه اللي احنا عملناها في الخلاط دي. هبدا بقى ان انا اقلبها كده بقى في قلب الحله كده بقى، وهسيبها بقى مع نفسها بقى لحد ما تغلي. لازم تغلي طبعا. بعد ما انت تحطي الصلصه بقى بتقدري ان انت تشيلي بقى قشور الليمون اللي احنا حطيناها في الاول عشان معاكي ايه تبقى من غير قشور الليمون، وكمان ما تمررش خلال الوصفه. بس ما تخافيش ان احنا لما حطيناها في الاول ما مررتش ولا حاجه. هبدا بقى ان انا اشيل كل الكميه اللي انا كنت حطاها في الاول، وهسيب بقى الحمص مع بعضه كده يغلي وطبعا يستوي. طبعا هو مش هياخد وقت عشان احنا كنا نعينه قبلها بيوم، فهو مش هياخد وقت خالص على النار. يعني ان شاء الله باذن الله تلت ساعه كده وهتلاقيه استوى معاكي. طبعا تتابعيه عشان ما يتهريش منك. تمام. هبدا بقى ان انا احط كده بقى ايه بعد ما حطيت الصلصه هبدا ازود ميه. هحط مثلا قد مثلا ربع كوبايه من الميه كده، وهشوف هو لو محتاج ميه تاني هنزوده. هسيبه بقى على النار كده يستوي مع بعضه، وفي الاخر بقى نرجع نشوف هنكمل الوصفه ازاي. هنا بقى هنعمل الدقه والشطه بتاعه اللي هو الحمص. هنعملها بطريقه جميله قوي. طبعا تنفع الدقه دي للكشري لو انت عندك. تمام. انا حطيت كده هنا معلقه من الليمون، وهنا حطيت كمان معلقه كبيره من الشطه، وحطيت عليها معلقه كده من البابريكا عشان تديني اللون الاحمر بتاع الشطه نفسها. تمام. يبقى معلقه هنا من الكمون وهناك معلقه من الشطه ومعلقه كمان عليها من البابريكا. حطيت هنا الليمون اللي انا كنت بقيت اللي انا كنت حاطاه، وهزود تاني ليمون، هعصر تاني ليمون. تمام. هبدا ان انا احطهم كده هنا على في الدقه نفسها وفي الشطه. هزود هنا وهنا. وبعد كده بقى هنبدا بقى نشوف بقى نعمل مع بعضينا ايه. بس انا هكمل برضو تزودي شويه في الدقه. تزودي ليمون، لازم تزودي في الدقه ليمون شويه عن عن الشطه نفسها. بعد ما عصرت الليمون معايا هنا كده كله. تمام. هبدا بقى ان انا دلوقتي هشيل بقى البذور اللي وقعت مني في الدقه. طبعا الدقه دي طبعا هيبقى حلو قوي في الاخر. طبعا تقدري انك تحبشي بيها ايه الحمص معاكي. خدت بقى هنا بما يعادل كوبايه كبيره كده من ميه الحمص اللي هي على النار دلوقتي موجوده. تمام. هبدا ان انا ازود فيها هنا وهنا بس كده. دي الدقه خلصت. هبدا بقى ان انا ادوب كويس قوي. طبعا الميه احنا كنا محيقينها ومظبطين الملح بتاعها، فهي مش محتاجه ملح خالص يعني.
تمام. هبدأ ان انا ادوبها كده مع بعضيها، وكده بقت خلاص جاهزة معايا. الدقة كده والشطة جاهزين كده للحمص. بس بعد بقى ما الحمص ما استوى كده خلاص، دينا بقى حطيناه كده في كوبايات بقى، وزيناه كده بشرايح ليمون، وادي الدقة وادي الشطة اللي عايز طبعا يحط. طعمه كان حلو قوي، وكان طعمه مميز جدا. بتمنى ان انتوا تجربوا الوصفه دي، وعايزه اشوف ايه تطبيقاتكم انتوا وصوركم على الصفحه ان شاء الله كده تبعتوها لي، وتقولوا لي عملتوها ازاي وعجبكم ولا لا. بتمنى تكون الوصفه عجبتكم، وبتمنى بقى ان انتوا تشتركوا في القناه وتفعلوا زر التنبيهات على الكل، وما تنسوش كمان تتابعوني على صفحه الفيس. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.